يضرب كل من الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي موعدا في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024 بعد أن تخطيا المشوار بروعة إلى النهائيات. الزمالك فاز في نصف النهائي على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تخطى نهضة بركان عقبة اتحاد الجزائر بالفوز الاعتباري بعد انسحاب الفريق الجزائري في نصف النهائي وعدم خوضه المباراتين. مباراة ذهاب سوف تكون في مغرب على ملعب نهضة بركان يوم الأحد 12 ماي على ساعة 8 بتوقيت المغرب و10 بتوقيت مصر، منقول مجانا على قناة الرياضية المغربية الأرضية داخل أرض المغرب. أما خارج المغرب يمكنكم التقاط القناة على القمر يوتلسات 21 شرق، أما على نايل سات فهو منقول على قنوات بين سبورت القطرية. الآن يتكرر النهائي الذي جرى بين الفريقين في نسخة 2019، وحينها فاز نهضة بركان في المغرب بهدف من لابا كوجو، بينما فاز الزمالك في برج العرب بهدف نظيف سجله محمود علاء، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للزمالك في الأخير.